السلام عليكم محبي الكرام، كيف ما كتشوفوا معي حلقة الغد حسب عرض دوزام، حلقة ولا أروع. غادي نشوفوا فيها الانهيار ديال ميسون من بعد ما عرف على الحقيقة وقرر أنه يخبر بهار باللي الطفلة راها بنته. هادشي غادي يخليها تلحق بيه وحتى أنها غادا تصفعه قدام الملأ، طبعا باش ما يمشيش يقول بهار راه البنت الصغيرة هي بنتك. وغادي نشوفوا كذلك كيفاش دافعت بهار على الصديقة ديالتها لينا من الصقعد فريد اللي هجم عليهم، وغدا تخرجوا قدام الباب وطلب المساعدة من فؤاد. طبعا الحلقة جد رائعة وفيها أحداث مشوقة، فخليكم معايا وما تنسونيش من لايك. انيس غادي يجيه اتصال وغادي يكون من عند الصديقه ديالته، وغتقول لي هذه هي كتصل بك ياك. المهم غادي يجاوبها في الهاتف، قالت ليه باش يجي يتكلم مع الخال ديالها، بغى يشوفه. قال صافي عطيني شويه ديال الوقت وانا عندك. غتقول لي هكذاك. المهم ضرب فيها وزاد، وهي حست بالغيره باللي فعلا هذيك البنت كيبغيها. كينان كان جالس هو البنت ديال اختو، المهم باغي يتعرف على انيس. قال له هذا غادي نشوفه ولا كان كذا وكذا غدير ليه وغندير ليه. فغيقول له هذا تعطل، ما تديش على بحال هاد الناس، ما ديريش معاهم، يعني ما كيسواوش. غادي نشوف البنيه جالسه مع الاب ديالها باغا تنعس. المهم كيف ما كتشوفوا معايا قبلها وقالها تصبحي على خير. من بعد غادي نشوفوا بهار هي والصديقه ديالتها اللي كانت كتسول فيها. طبعا غتقول ليها على انيس علاش زعما مازال كيدير هكا، مادام هو عنده وحده معاه علاقه كتظن باللي كيبغي هذيك، علاش مازال كيتبع السيد ودار فيه ديك الحاله، يعني ضرب هذاك الراجل اللي كان حرق ليها وجهها. شويه سمعوا الدقان، شكون غادي يكون جا؟ مجرد محلات الباب كان سيرفي وغادي يضربها طيحه في الارض. سد عليهم وقالت لي انت شنو كدير، وبدات كتشوف فيه بهار باستغراب. غادي نشوفوا انيس كان مراقب الدار او البار اللي غادي يتلاقى فيه مع كينان، حيت هو دار مع البنت كتنتظر في الحبيب ديالها على اساس انه سميتو دينيز، لكن هو غادي يكون جاي باش ينتقم. جبد داك السلاح ديالو بقى كيشوف فيه شارجاه. المهم انيس واش غادي يتهور، قال اخيرا من بعد هاد السنين كامله غادي نتواجه انا وياك السي كينان، حيت 5 سنين هادي وهربان بعد ما وقع داكشي البهار في السجن. طبعا كيف ما كتشوفوا معايا غتكون هنا ميسون مع الصبا ومتوتره. دخلت فائزه وجابت الشاي وغتقول لها سلطانه سمحي لي بنتي نوضتك في هذا الوقت. غتقول لها تمحلوا اليوم بزاف. قالت دي معاك الصندال ديالتي وسيروا تنعسوا. هنا غتقول لها انا بغيت نعرف كيفاش غندير مع هذيك بهار، هي دائما مع البنت. قالت لها في الاول خدت لي ولدي ودابا غادا تجي تاخذ مني نوران، ما غاداش نسمح. قالت لي للاسف كيفاش البنت كتقول الام ديالها خالتي، هادشي راه صعيب. قالت له هنا على الشيطان، صافي نسي عليك هادشي. قالت له كيفاش نقدر، انا كلشي كيتعلق بنوران، الا نوران خلاتني انسانه حساسه. قالت لها انت قويه. قالت لها لا ما بقيتش قويه، انا تغيرت. غتقول لها انا ما قادرش نستوعب، يعني الا مشات البنت حتى عرفات الحقيقه. غتقول لها خسرت ماما وخسرت بابا ودابا ما نقدرش الا نوران عرفت بان بهار هي الام ديالها. وكان هنايا السي علاء وسمع ديك الهضره واستغرب وعرف بلي البنت راها ديال بهار وانيس. غادي يقولها ميسون اشنو قلتي؟ وتصدمات، يعني سمع الهضره ديالتهم. وقفوا بقاو كيشوفوا فيه وغادي يقول لها عاودي الهضره اللي قلتي. بقات تشوف هي وسلطانه. قال له واش فعلا نوران هي البنت ديال بهار؟ ميسون بقات مصدومه وكتشوف. خالتها جو عينيها بالدموع. قال لها كيفاش انتي خديتي البنت ديال اختك؟ ماشي حشومه عليك؟ وبهار كل صباح كتمشي للقبر على اساس ان بنتها ميته، هادشي حرام عليكم اللي درتوه. فغيقول لها خاصني نقول الحقيقه. قالت لي لا ما يمكنش. غتقول ليه سلطانه شوف انت راه حنا سي نسيبنا تسترنا عليك، انت درتي جريمه ودرتي كذا وكذا وسكتنا. غايقولها بركه من التهديد، عاوتاني الخطط ديالكم بدات، هادشي اللي كديروا فيه لا انا ما غاديش نكون يعني سبب في هاد المصيبه اللي نتوما طايحين فيها. قالت لها المساعده شنو واقع لاله ميسون؟ غتقولها سلطانه سيري في حالتك وسدي الباب، واش كتصنتي علينا؟ المساعده مشات في حالتها. وهنا غادي نشوفوها كترجى فيه. قال لها لا ما غاديش نسكت، انا غادي نقول الحقيقه للبهار، ما قادرش نخلي نوران يعني ما تعرفش الوالدين ديالها. غتقولي كنترجاك عافاك. قالت لي راه بسببها زعما انا خسرت الطفل ديالي. قال واش ما لقيتي حتى شي واحد من غير الاخت ديالك؟ يعني ما كاينينش وليدات من غير اختك؟ قالت لي هي السبب في داكشي اللي وقع ليا مع ولدي، وانا بسببها ما بقيتش قادره نولي ام.
وزيدون انا راني اعتقد ديك البنت حيت امها كون كانت فعلا ما كانتش غتيري في كنان وتدخل الحبس، كانت غتحترم داكشي يعني حيت هي حامله ما غاداش دير شي حاجه على قبل بنتها. وقالت لي ثانيا السي انيس كان في غيبوبه لسنين، انا راني اعتقد ديك البنت يعني هاد السنين كامله كان والديها شي في الحبس شي في المستشفى. يعني انا نقدتها، قال لها مستحيل ما قادرش نفهمكم بلا ما تبقاو تهدوا عليا، انا غادي نقول الحقيقه ما غاديش نسكت. وهنا غتبقى كترجى فيه وغادا تحاول انها تقبل ليه يديه، عافاك كنترجاك علاء ما ديرش هكذا، انا ما نقدرش نعيش بلا نوران. لكن للاسف قال لهم انا ما غاديش نكون شريك في هذا الشيء، خاص نوران تعرف الحقيقه ديال والدها وبهار تعرف بنتها بانها على قيد الحياه وغادي يمشي وخلاها هي منهاره وكتبكي. في مشهد اخر غادي نشوفوا انيس مازال مراقب كينان وكانت معاه البنت ديال الاخت ديالو اللي هي الحبيبه او الصديقه ديال انيس. فمن بعد غادي نشوفوه وجد داك السلاح ديالو، لكن غادي يتصل في هذه اللحظه بالسيد المحقق. غادي يكون المحقق تيدور فيهم قال لهم واش هذه 5 سنين ما لقيتو تلقاو حتى شي دليل على كينان؟ لا ما يمكنش هذا الشيء. شويه غادي يجيه اتصال وغادي يقول الو انيس، وغيقول لي اسمح لي الو دينيز، غيقول لي بلي كينان كاين في بلاصه فلانيه. هنا غادي نشوفوا هذاك المجرم جالس كيتهدد عليهم وهز السكين على جيهان وقال لها انتيا هربتي مني. قالت لي كيفاش عرفتي؟ قال لها انا عرفت من ديك السيده اللي انتي مشيتي طلبتي منها تجيب لك الحوايج، انا وراجلها صاحبي كيجلس معايا في القهوه، مشينا سلخناها وقالت لنا الحقيقه، ولكن للاسف راها دخلت للمستشفى. ودابا انا جيت لك. بدات كتبكي وقال لها حتى البكاء ديالك زوين، باغي تحرش بها هاد الصقع. قال لها انت ضربتيني بعصا وهربتي وهنا جيت ليك، غتقول لي بهار جيتي على قبل هادشي؟ قالت سكتي نتيا. هنا غادي نشوفوا كينان كيشرب وجاب ليه شي حاجه جمال، والبنت غادي جاء اتصال من عند العاشق ديالها انيس اولا دينيس. غادي يقول لها سمحي لي الحبيبه غنتعطل شويه في الطريق حيت عامره. قال لها شوفي هنايا خالها تقلق، قال لها اللي كيتعطل ما كيجيش في الوقت راه ما عندك ما ديري به غادي يجي غنضربو. بدا كيقول لها شوفي الحبيبه ديالتي انت راه بحال بنتي عزيزه عليا ما نبغيش شي حد اللي اديك. المهم غادي نشوفوا هنايا المجرم كيتهدد عليهم وهز السكين، قال بهار سكتي انت ولا غادي نشرم لك وجهك. المهم كيف ما كتشوفوا البنت غتبقى كتقول النجدة عاونونا عتقونا، لكن وقفها وغادي بغى يتحرش بها. بهار غادا تلقى واحد الفاز تما اولا شي تمثال وضرباتو للراس، جوج ديال الدقات طيحاتو في الارض. وجيهان غادا تغوت، قالت لها ناري واقيلا لا مات حيت هي اصلا قتلت راجلها وكانت دخلت الحبس على ود الشرف. دائما كيقول لها انتيا ما كتسويش وانتي كذا وكذا، فتورطات معاها. غادي نشوفوا هنايا البنت كتقول لي خالي قول لي علاش الشرطه كيتبعوك علاش؟ قالها شوفي انا عندي بزاف ديال الاعداء في السوق، يعني هما كيديروا لي هكا غير بالعاني وانتي ما تصدقيش، واخا يقولوا لك ما عرفتش شنو ما تصدقيش هاد الهضره. المهم شويه غادي تبان لينا السياره ديال الشرطه اولا المجموعه كامله والصداع اللي باغي يجي داهم شي حد كيجيب الصداع. المهم بحال قال لي هرب، فغادي يقول لي سيدي راهم جايين الشرطه، شكون اللي يخبرهم؟ شكون خرجوا الرجال وقفوا قدام الشرطه، ولكن هذا غادي يشدوا انيس غيقول لي تعال انت، قال لي شديت صاحبك ودابا جات النوبه ديالك، غادي يضرب للراس ويخبيه في الكوفر ديال السياره ديالته. غنشوفوا الشرطه مواجهين مع الرجال، غادي يقول لهم نزلوا سلاحكم، واش نتوما باغيين تواجهوا معنا؟ راه حنا جايبين زعما هادشي كامل لا ودكم. غادي نشوفوا جمال داخل تيقول لي هرب سيدي هرب. قال لي شكون اللي بلغ الشرطه شكون؟ المهم قالت لي مالك خالي؟ قال لها ما تخبري حتى شي حد، يلا نشوفك. وغادي يهرب من ديك الدار اولا من داك البار وخرج للمركب اللي جاب ليه جمال باش يمشي لليخت ديالو حيت هو عايش غير في البحر هاد السنين كامله. طبعا كيف ما كتشوفوا غادي يكون هنا الشرطي دخل وقال لي وقف، لكن للاسف مشى وتعصب. هنا انيس غادي نشوفوه من اتساع بقى فيه الحال حيت هو خبرو باش يدير اللازم، لكن للاسف هرب منه مره اخرى. جمال كيقول لي ما عرفتش شكون اللي عيط للشرطه، غادي يقول لي يا لطيف. هنا غادي تبان بهار جار الرصيد مخرجه على برا وتلاقى بهم هاد فولكان وغايقول لي يا لطيف هادو شنو كيديروا اشنو واقع؟ قالت لي اجي هنا بلاصه ما تهضر اجي هز معنا. قال لي لا خاف من الشرطه اشنو واش ميت اشنو واقع؟ المهم جابوه حطوه تمايا وقالت لي حيد راه عيطنا على الشرطه، فخرجته من الدار وحطاتو تما على برا. المهم غادي يقول لها اشنو شكون هو هذا الراجل شنو كيقول؟ كيشوف في جيهان وكيقول لها الزوينه علاش درتي فيا هكا؟ قال لها هذا شنو تيقول؟ قالت لي ماشي شغلك. المهم جاو الشرطه وغادي يديوه. هنا غادي نشوفوا البنت واقفه كتغوت على المحقق، انت علاش كتبع خالي علاش دائما مداهم؟ غادي يقول لها خالك مجرم. فهنا غادي يدخل انيس سلام حبيبه كي دايره؟ قالت لي للاسف انا ماشي بخير، هذا دائما كيجي كيتبع الخال ديالي. فغادي يقول لها انا بغيت نتكلم معاه، سيري انت خدي الشنطه ديالك وسيري للسياره. غادي يقول لي اهلا سي دينيس. غادي يقول ليه انت علاش زعما كاينه كتلحق بالسيد كينان شنو هو المشكل؟ غيقول ليه هاد الشيء اللي كدير فيها انيس
راه غادي تورطو البنت، غتعرف الحقيقه. قال ليه مستحيل، حيت انا اصلا شحال هادي تنساوني، يعني هاد المده كامله ما كاين لا في جرائد لا في مواقع. فغيقول ليه المهم انت متخليش هذا يهرب، سير شوف السياره ديالت اليد اليمنى ديال كينان، يعني عرف منه فين كاين المكان ديالو. من بعد غيقولوا شكرا السيدي نيز. هنا غادي نشوفوا داك اللص اولا داك المجرم داوه الشرطه وبدا كيتهدد عليهم، وغتقول ليه هنايا بهار شوفي مازال كيتهدد، سير الله يلقيها لك. غادي يقول داك فولكان لختو ناري، هاد بهار خطيره. الراجل ضرباتو لداخل وخرجاتو على برا باش الشرطه ما يشكو فوالو. قال لها ناري شي نهار دير فينا حتى حنا هكا. غتقول ليه لا ما تقدرش. قالت لها شنو قلتي؟ قالت لها والو. هنا غادي نشوفوا السيد علاء جالس كيلصق البنيه في هذيك اللعبه ديالتها اولا الهديه اللي كان جابت ليها ماماها. فغادا تقول ليه عفاك باش ما يقولش للبنت الحقيقه على ود الام ديالها. فغادا تكون البنت ناعسه في الغرفه، هو مشى حط هذيك الهديه تما وغيقول لها بنتي الحبيبه وهي ناعسه. غيقول لها انا بغيتك بزاف من قلبي، حيت انتي قلتي لي يا بابا وكنتي معتبراني الاب ديالك، ولكن انا ما غاديش نقدر نخليك هكا بلا ما تعرفي والديك، يعني انتي بعيده عليهم. قرر باش يقول الحقيقه وقبلها. ومن بعد غتكون ميسون مدمره ومنهاره، غيبقى يشوف فيها يشوف خايبه، زعما انتي انسانه ما كتسويش، علاش درتي هكا في اختك؟ وغادا تجي وغتقول بنتي الحبيبه وغتجلس حداها وهي كتبكي. يلا كانت غتقرب لها شويه غتحيد يديها وغتجلس شاده في راسها، يعني صافي البنت غتمشي منها وغادا تاخذها بهار. نهارت حيت قرر علاء باش يقول الحقيقه لبهار وانيس ويقول لهم بلي هذه هي الطفله ديالتهم. في نفس الوقت كتبان لينا هنايا بهار كتشوف حلم ديال بنتها، قلبت داك المرجوحه ديالتها ما لقاتهاش فيها، وقالت صافي انا خاصني نمشي نزور البنت في القبر ونقول صافي راها ماتت وما نبقاش نحلم، حيت هذا الحلم دائما كيجيها. فغادا تجبد واحد الكسيوه كانت خيطاتها في السجن هي وتقشرات وعنقات ومسكينه وبدات كتبكي. هنا غادي نشوفوا ميسون ناعسه في السرير بالكسوه ديالها. فغادا تجي عندها نوران وهي هازه ديك الهديه اللي كان لصق ليها باباها وتقول لها ماما فيقي مالكي، علاش ناعسه بالكسوه ديالك ومالكي كتبكي؟ قالت لها كنت كنبكي حيت نتيا البارح كان عيد ميلاد ديالك، يعني تزاد عام اخر نتي كتكبري. قالت لها ماما ما تبقيش تبكي صافي. ايوا غتسولها فين هو بابا؟ قالت لها شوفي راه لصق ليا هادي وخرج. غتقول لها شنو خرج؟ غتلبس السباطه وتمشي كتجري. قالت لها ماما مالكي حتى نتيا مسرعه، مالكم هذا النهار؟ بابا كيجري وانتي كتجري كول بس. المهم غدا تلحق به هو خارج. قالت ليه ماما فين غادي؟ قال لها غنمشي للحاره باش نشوف بهار. قالت لي صافي يا ولدي، وخرج مع الباب وتابعه ميسون جري ما تجري. ركب في السياره ديالته غتلحق به علاء. وقف علاء غتجي قدام السياره وغادا تحاول تمنعو باش ما يمشيش يتكلم مع بهار ويخبرها بالحقيقه ديال الطفله ديالتها. قال لها حيدي شنو بغيتي، انا ما غاديش ندير معاك هادشي، يعني مستحيل انني نصبر ونمنع البنت تعرف والديها. فغادا تصرفقوا ما حشماتش. قالت لي لا انت هاد المده كامله وانت باها، كيفاش دابا جاي تقول انت ماشي الاب ديالها؟ لا خاصنا نكملوا. المهم غادا تخرج البنيه ماما بابا اشنو واقع؟ فغادي يركب في السياره ومشى وخلاها. غتقول ديك المساعده دخلي البنت انا جيه، وغادا تمشي كتجري لعند داك الشيفور فيقاتو نوض نتايا يلا تبع السياره ديال السي علاء. وغادي نشوفوهم في الشانطي مسرعين، كتقول ليه الحق به ما تخليش يفلت منك. فهما كيضوبلو في الطريق شويه غادي نتابه ليهم علاء باللي لاحقه به ميسون. هذه شنو كدير؟ غتبدا كتصوني عليه في الهاتف، لكن للاسف غادي يهزو ويلوحو، ما باغيش يتواصل معها وما باغيش يتشارك معاه في هذه الجريمه. غادي نشوفوا هنايا جيهان كتوجد الفطور وغادا تخرج بهار حزينه. قالت لها فين غادا؟ قالت لها غنمشي للقبر ديال بنتي، صافي انا قررت انني نمشي، خاصني نتقبل بنتي راها ماتت، انا ما بغيتش زعما نبقى نشوف هذا الحلم اللي كيتكرر يوميا نفس الحلم. انا خاصني نمشي نشوف القبر ديال بنتي ونتقبل ان بنيتي صافي راها ماتت. كان الحلم ديالي انني نشوفها كيف ما قلت في العيد ميلاد ديال بنت ميسون. تمنيت امنيه وحده هي انه بنتي تكون مازال على قيد الحياه. غتقول لها جلسي ما تمشيش هكا، جلسي واحد شويه، يعني انت راكي حزينه فما كاينلاش تمشي هكا. فهنا انا راه خاصني ننسى هادشي، يعني الحلم دائما كيتكرر. في مشهد اخر غادي نشوفوا انيس في الدار ديال نهير اولا نهيله، نسميوها نهيله. قالت لي واش انت بقيتي هنا؟ قال لها شفتك في ديك الحاله ما بغيش نخليك بوحدك. قالت لي شكرا. لقاتو شاد الصوره ديال كينان كيشوف فيها. غادي يقول لها بغيت نتكلم معاك تفضلي. قالت لي واخا. قال لها الموضوع كيتعلق بالخال ديالك كينان، بغيتك تقولي لي عليه. يعني مادام الشرطه تيقلبوا وتيسولوا ودائما كيداهموا فاكيد القضيه فيها الا كنتي كتعرفي عليه شي حاجه خبري الشرطه.
قالت لي علاش؟ هذاك راه خالي. قال لي ها هذاك الشيء اللي كيقول له راه خطير، زعما حيت قال له راه قاتل اطفال وداير وغتقولي ما نقدرش، هذاك خالي. لا كتعرفي زعما شي ارقام ديال الناس اللي كيتواصل معاهم ولا فين كيمشي، هادشي كامل ما بغاش تقولوا ليه، وغيقول لها مادام انتي ما باغاش فانا صافي زعما نسيني، ما غاديش نبقى نجي نشوفك. غتقول ليه علاش ملي تم غادي؟ يعني علاش انت شنو كيهمك هذا الموضوع؟ رجع لعندها وغادي ياكد ليها باللي الخال ديالها ميمكنش يكونوا متهمين غير هكذاك، وهذا الشيء خاصها تمشي تقولوا للشرطه. الا كانت زعما هي انسانه مزيانه فغادا تقبل وتسلم خالها اللي هو انسان مجرم. المهم مشاو خلاها وبدات كتبكي شويه، غادي يجيها اتصال وكان من عند خالها وغادا تضرب الهاتف في الارض. وهنا محبي الكرام غتكون سالات حلقة اليوم. إلى عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم من جديد. والناس اللي باغين الحلقات المتسلسلة تتمة ديال الحلقات اللي كنحط لكم فهي في القناة الثانية الاحتياطية دبلجة أتراك دوزام، فرجة ممتعة وإلى اللقاء.